كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تهنا قلاح شوية منظومة بيقونية وهسه منظومة القواعد الفقهية إلي منظومة السعدي. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح، الدين عنده مصلحة في جلبها إي مصلحة أدا ريحة، والدرء يخطو ريحة للقبائح إيش دوله منش. أشار الناظم إلى قاعدة حق شيء نزمنته ناظم إشارنا براولي، وهي إبراول هو الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. يعني شريعة إذا مصلحة إذا لا مفاسد بوخم شيوختو هرنا إدو عنده بولز فريدي إز حقلية أنت. وهذه القاعدة هي بإجماع أهل العلم قاطبة. هذا مس علم يا برتقل راوي، بل هي كما قال كثير من العلماء مال هو إذ تعبوا العالم نحو قال يدقوا العالم نحو قال إشتيو أن الشريعة ترجع إليها. إنت براوي لي دوارش دول الشريعة، وأن ما سواها مأخوذ منها ومتفرع عليها. إبراوي ليوتوب قيرش سون إبراوي سعيت سايو سون سعيو لايو. ومعرفة هذه القاعدة من الأهمية بمكان. هر براوي ليوزر أو كويرتو، لأنه يتجلى فيها من إبراوي لحاجوت دولوي سمو الدين وعلوه. هو دين لكل، هو دين خزل. والكلام على هذه القاعدة في مسائل ينسحق بقوا نخلاتك أم يظلم مسيت مسألة تحقيقه. المسألة الأولى دوحر مسألة تعريف المصلحة وأدلتها. إنتي مصلحة بوغتون دازو سنبيغل دا قرأة سنة تيوشلش. المصلحة لغة على وزن مفعلة. مفعلة بوغتو وزنا قحيز، وهي المنفعة. مصلحة بوغتو منفعة بيد، إما أن تكون جلبا أو دفعا لضر. يا بيت أبارح يا زي يختوها ريح. واصطلاحا قحا شريعة يدقوا سمعان هدو المنفعة التي قصدها الشارع لعباده. بيد بوئز الشارع شارع عال شو خلش يليشنا من حفظ دين تير دين لرديت تير دين لردر أغور يدقوا، ونفوسهم تير دوه مشأة، وموال تير داخنية، وعقول تير حيقلش، ونسل تير تحيئة. ودفع ما يفوت هذه الأصول ويخل به. إشتا هينت هق أصول هق بخش سوى حاثين دول تارنا يبخش تولر دول شيء يأس بخش تع خير ويالور دولشتو تع زيادير دولشتو هما يخطو خريحة. والمراد بالقاعدة ينسوك فراوي لغلوش تكبقوا نغلوش تكودو أن عماد الشريعة التي جاءت به هو جلب المصالح ودرء المفاسد. شريعة وورتول تاقا شيء تدين دولا إذ هدو الشريعة وورتول هيو شريعة وين دين دولا يدقوا. وجلب المصالح بيدنش تبار، ودرء المفاسد زينش يهدو غر. فما كان من مصلحة فالشريعة تأمر به. بيد عدو المصلحة يدول هما شريعة أمر ديشتو تنس. وما كان من مفسدة فإن الشريعة تنهى عنه. أما الزين يدورشتو ديوخندول هما شريعة ديوخكش دويزة نهي ديشتو. والأدلة على القاعدة يتفوق
بقون تيوشلش من الكتاب قرآن قوله تعالى الله دي دوشتو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بقى الله دالا أمر دوشو نيس وانساء ديك خلال تاقا دعدل ذي القربى جرجر بولش ناخنا تاقا دوشت الحق وينهى عن الفحشاء نهي دو الله دالا وتفحشاء اتشي فحشاء يوقع زنا إميال دورشتر هما دو كميال دول بيو خلاص يوقعو والمنكر يشتدل هما يا قدل هما ايدو منكر تيوقدو إنو شادق منكر يوقدو والبغي ظلم در داز وخاد درش سنخ الله دا نهي ديشتو شكبا. فالله سبحانه أمر بتحصيل المصالح كالعدل والإحسان. الله دا الأمر دينا مصلحة ساخلي ترتس يعني سو مصلحة شه مثلا نيس وديك خلر وبدرء المفاسد كالبغي والفحشاء إيش تزين شيوخت وهرتس أمر دين الله دا انتو زين شهلوك مثلا ظلم در تحقى داز وخاد در خاد ور تحقى والفحشاء إيش دوشترهم زينا كم يلطن بيوغلش. ومن السنة يعني أسبق وأن توشر سنة حديث أبي هريرة مرفوعا أبو هريرة رضي الله عنه حد الحديث يلشنير إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق باخي يلشن عليه الصلاة والسلام سبق الله وإيتنو خزد الغلق شقوتش ده. ومن استقراء وكل تتبع الجزئيات وقت تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي إذا داب واشتلر دو إذا أبشدو همان كاياتش بس استقراء أجي تلم بردوك إشتئدوك ويتم هم تلرت وواضح من تتبع الأحكام إذا أحكام اشتلرت بلغل مدو إزباخ إبراويلي والنظر في عللها وحكمها إشتسو أحكام شي تير بحن شكا تير حكمة حجر سواد بلغل دويز يربراويلي بلغل دويز. المسألة الثانية شو هذا المسألة أهل العلم يقولون عالمنا أقول إن مأمورات الشريعة ومنهياتها لا تخرج عن هذه القاعدة. بقى شريعة أمر دين دوشتل هما شريعة تسمجين ديكين دول همنش حق براولي وقرآر دوشتات. تاقا تويست إميال دولهنس بريكازش تاقا زبريتش حق براولي وقرآر دوشتاتيس حق براولي وقرآر دوشتوكيس. ولا تخلو من أحوال 4 دي حول وقريول شيات سربرايز. ما مصلحته خالصة شيء مصلحة شيء بيده بيد بيقدو تولك بولز فهذا تأمر به الشريعة شريعة أمر ديشون دويس لأن مصلحته خالصة وندعجت مصلحة تأندو دق مصلحة تويس دق دوك لو لا مفسدة فيه بوجه تحنو أول شيء بحا يشموج. مثال ذلك إنسان مثلا التوحيد الله تعالى يدين بوجه وإخلاص العبادة لله وحده تعن الله العبادة والعدل نيسوة وبر الوالدين ونحو دينا متأخر. فهذه أمور مصلحتها خالصة هرب الخش شي مصلحة شي فايد بيق شي فايد بيق دوكس مقصودة لذاتها إمن الله دال هروما شوينة ويقول إمن اللخهم نشتور ويد أدوجنهم نشتوش ولم تقصد تبعا تقيتهم أنت إحدى زرسة عاز شوف اللي وجه. ما مصلحته راجحة شيء مصلحة تولدك فهذا تأمر به الشريعة إذا شريعة أمر ديشتو وذلك كالجهاد في سبيل الله وقتال الكفار إذا دين يقع غازوة تريتر كرسنا أستوانبر يتر فالقتال ليس مقصودا لذاته شاء يتوان بوشتنجا إمنا يتوان شاء عال شويات
وإنما المقصود عالشو هو ما يترتب عليه تو تمخ حاولش دولهم دويز من إعلاء دين الله دين لق داقر تو ناخ بوي شيء تاتي عينور أي خاص يتشي إيش إداتيس ميلخو توان برت إغاز وترت حاولش دول بايد نشبري إبويز تنخ الله دالا عمر دين دوش إذا غاز وتر هندا اتنخ بايد حمخولي هو بايد بويز الله دين لق دالر شرك العدالر فاغتفرت المشقة التي تحصل بالجهاد سندير جشتنا خلونا إغاز وترسحل الشغل في سبيل تحقيق المصلحة الأكبر دق دورشت المصلحة سحلر النيق دق دور المصلحة سحلر بحن دولشة تيجا خلشة خلونا جشتنا با تيجا خلشة خلوة تدمية ثلاث بوكسن وهي إهو مصلحة الأكبر منه إعلاء كلمة الله دين الله دوش لقد أقر ونشر دين الله دين دردر ورد عادية الأعداء مستقي تيرا مستغلة تيرا ظلم يخطوهر إذ مصلحة الأكبر وكذلك القصاص إشت مثلا جري يقر وإقامة الحدود دازونش دخيت تور إقامة الحدود بوقود زنادين جن غجتوهر قاقنا جن غجتوهر هم لجين جن كيوك داقر فيها إتلاف للنفس إدازونش خيت توريحا ديغن ديغ تلخور دو تيغح أو لبعض الأطراف يأتون تحاول ماجينش تلخور هول تيغح أو إيرام للبدن ديغن لزم هول تيغح على اختلاف الحدود إدازونش كحاجين دوئس لكن المصلحة المرتبة على هذه الأمور لا اتهمن ادوان دولشتول يهمنش حد شوي دخوة تيج حاولشتول مصلحة أعظم إذا دقوهدو مما يحصل فيها من مفسدة سنة صحولش بولو اتهمن صحولشتول زينا لا انت استيق كيوك داقر بوصوب موائز موخو داق بسهم لجيج اتكيوك داقر يحزيدو سناور تستغن داق يوخ كيوك دوش بوصوبة خل أما بيد دقوا بوتنا حاولش بك مصلحة تولى دوتن دقوا دوتن مصلحة ريز ودعجي هر سن نرشا نيخا هما يتقهي دربات مفسدته خالصة شيء زيه دق شيء زيه دق تول كفريد نيتو никакой пользы-то اشتاخل يحالدو دي حالدو يلرتو هرقولانك فهذا تنهى عنه الشريعة إذا الشريعة تمجينهم دو لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد هنا الشريعة زينش يخطوش دي اندويز وهذا الأمر كله مفسدة إشت بولخ إذا مثلا إشت عضلهما إداق زيهول وذلك إذ مثلا كالشرك بالله ديالت ناقوس وريتر تيجي تعا مصلحة تات يعني سعبوش مثلا كفر شدق مصلحة باندوش برلامنت ماجو ديمقراطي ماجو مصلحة تسيجابوش كفر نحسن مصلحة تات فإن مفسدة خالصة لا منفعة فيه بقى الله انت الشركا ديك زيادو الشيء عسها بيد بوش وكذا الزنا والسحر تنه تردو السحر زنا مثلا زنا درح بيد ما بعد وما قد يقال تردوشتك إن فيها شيئا من المنافع سيجع تعتسبيد نشبه بيئة هي في الحقيقة منفعة غير معتبرة إذا ديستفيتنس إبايدا إبولزا تعا رشوت برات بيش باسا با تعا رشوت تيشاتن تعا شوت تيشم داتيس ناخن خيش بول بايد قارق موش وستغن زنادش وستغن تنم شين بايد ما خيتي إز شي ديو بيزم قاشم كوش بريح أما تن شيطان لأم كوش بريح حتى تعا بايد با تن خيته ما مفسدته راجحة ديول الحالة شيء زي دقوه ديك فهذا تنهى عنه الشريعة أيضا تنخ الشريعة نهي دو زبرتيتو إذا لأن مفسدته أرجح ونعرف زي ألسم وذلك إذا كشرب الخمر قارق مدريتر واللعب بالميسر أزار تغلوز تر
الله داهما وفيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما تاشنجا إذا قارك ملاريا إزارتيا إذا دق أدويس جيم قدات استرمر دوش دق أدويس ومنافع للناس ناخن بيدا بوتيغا واسمهما تاشنجا أكبر من نفعهما دق خمدو تاشن بيدا. ففي الخمر والميسر مصالح ومنافع أرق ماريحة تيجا بيد نشبو تيجا مثلا أرق بيدا بو تيجا أرق ماريحة أرق بيدا بو أزارتها بيد نشبو مصلحة شدو كالتجارة بيا يوهكر تير مثلا أرق دوهكر حتى إدار تحبول زي ما يتيجا والنشوة في شرب الخمر ماريح مثلا سمق دار الإتر لكن بالنسبة للاح إبايدة بستج لما فيها من المفاسد تنقع الضلشتو زينشسة تكون المصلحة مرجوحة فلا أثر لها إبايدة إذا كإزق ببا إزق ببايدة تعاش يقع أثر يوج ليدي يوج بايدة بويز. فهذه الأقسام 4 إذا دي حالدو ولا يوجد قسم خامس بريول داقدات وهو ما تساوت مصلحته ومفسدته إذ مثلا شيء مصلحة مفسدة تعتردك بل لابد أن يترجح أحدهما على الأخرى يعني هو تعوق النظر توخل ديشتو. قال ابن تيمية إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. بقى شريعة دينا بيدنش تباحش ساخوليج يبيدنش قوش بيش زينش تعدوخش يشك ازقديش وأنها ترجح خير الخيرين الشريعة شندكنا ديك خرج وشر الشرين شن زينخ ازقديك ديش وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما الشريعة دينا شن مصلحة دوق ديك خرج تيرخ ازقديك تعتلوش وتدفع أعظم المفسدتين اشتأت شريعة يخطو شنزينه دوقه ديك باحترام أدناهما تاشنك ازقديك ديش شنزينه سعسدش سووش ولاحا ازقديك دوقع شنزينه دوقنك عدتي. المسألة الثالثة قالوا دو المسألة الشريعة جاءت بما مصلحته خالصة أو راجحة. شريعة بإزدئنا شيء مصلحة يدك مصلحة تولش شيء مصلحة شيء بايدة دقوه بولش الهمانس. قال الشاطبي تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. شريعة أدوج ورش أبي هذا النسر إيش خلق أنجح يولش العالش ونشا لريري يورزيس. وهذه المقاصد لا تعدو 3 أقسام إهنت عالش ونش يتسيلش إيش قد يقير آري والشات قد عقدت دو حالك أن تكون ضرورية تسني أبخدي ميها خلر أن تكون حاجية نجدة يرشك خلر أن تكون تحسينية مخزدة الشيك خلر مقاصد ضرورية حاجية تحسينية. والكلام على هذه المصالح الثلاث بالتفصيل كما يلي. إنت مصلحة شخلات تفصيلا دويتر دوين قوية مقصدة لات سير هني أبخدي ميك يبخدي ميتالي تاق في تالي كتورة هي نجدة إلي دبلنيتين يتالي مثلا إيش تسارخ لاتس
بدرومنا ديوتر دو المصالح الضرورية مقاصد إنرس مصالح آله مقاصد مصالح الضرورية أقنية بخدي ما يبولزي إيش ملوك هو بولز إيش مصلحة شتو وهي المصالح التي لا بد منها لقيام مصالح الدنيا والآخرة إذا إيش مصلحة إيش بينش كويزة إيش سخيلش الدنيا نا آخر مصلحة سخير دوتش بحيث لو فقدت لم تجري حياة الناس في الدنيا على استقامة مثلا اتسخيلش تسيرة مصلحة عدالش إدايش نيخ داخر ليلر داس عن نزمة عن إيشيا وإنما تتعطل معايشهم سير داخر دوخر دو ويعتريها الفساد سير داخر أن زيقو جردو مصلحة ضرورية تخرج وسميت بذلك ضرورية هنا لأن الإنسان مضطر إليها مسحة توجينو إس ولا غنى له عنها يتسخل سدول شدوتنيس يمون يبخدي مايت والمراد بها ينتنا خلوش تكودو الضرورات الخمس بخي ضروراتك التي جاءت الشريعة بحفظها شريعة ذردي أهلون وحفظ هذه الضرورات ورد في الشريعة على وجهين إذا بخيهم لردر إذا شريعة يبخيهم لردر حقي حشين ويحقي دوحد ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها لكي تبقى إذا ضروريات خمس ضرورات الخمس تن أركانش دحكي تيرتس تن بخش تجاهدرتس إي ضرورات الخمس يسرحان تحديث الضرورات الخمس منه فيه شو حالا ما يدرو عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها إذا يلخى تو مصالح الضرورية تارنا تع إيشم خلي شلش إيشم خلش يا إيشم خل ترلش هما يختو هرت وذلك ليحافظ عليها من الزوال والعدم إذا لا درحم دعدا لرخ إي ضرورات الخمس دعيا لرخ لا يرحق وهذه الضرورات الخمس هي يشبه خيو حفظ الدين دين لردر وهذا أهم الأمور التي جاءت بها الشريعة إذ يبقى كوارتم دو شريعة شيستين دو هو الأمر الذي لأجله أوجد الله الخليقة إبو الخدونا الله شيد اتهمان دعا سعكوا لندو خلق وأرسل الرسل يلترجيب غيتنا سودوح دين لردرت فكانت الشريعة تعني غاية العناية بحفظ دين الناس شريعة اخت لردش تبا نيا دين عنا ديش دوتسوت اخت نيا دين لردر حقيا شريعته ولأجل حفظ الدين دين لردر دوح أمر بقتال الكفار كرسنا استقام بها الأمر دينا وشرع قتل مرتد وير شريعتنا وزكونتنا وحرمت البدعة بدعة حارم دنا وأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دكني دي آلر وني مدي آلر واجب دنا إلى غير ذلك من الأمور اشتقيت عضو بالخشية التي أمرت بها الشريعة لحفظ الدين شريعة دين لردرت أمر دين دول اشتقيت بالخشية حفظ العقل حياك اللردر هذا شولا يلا ضرورات الخمسة شولانك حياقل لأن عليه مناط التكليف هون تأجي تونس ديه كندو حونا هم تأد وجر أبياز الناس هون أي وجر اتحياقل تبلات سديشتويس هو سبب التكريم إذ أدم تون ليرا برخلويس الله دال أدم ليرا برخلويس حياقل الناس والفارق بين ابن آدم وغيره تقا إذا باش خلويس آدمنا تحينا كيشانا يوقع ولأجل حفظ العقل حيك اللردردح حرم الله شرب المسكر وخوشهم الله حارمنا وأوجب الحد في شربه يهم وخوشهم مولش مستغنى حد سنك زاني تعذر واجب دنا
قولوا دقا حفظ النفس ديغلر در. وهذا أمر عنيت به الشريعة إذا شريعة تيرجم بين درشت لهم دو إزباغ عنيت الشريعة. وهذا أمر عنيت به الشريعة. هذا أمر عنت به الشريعة. وهذا أمر عنيت به الشريعة اشتدام دوي. وهذا أمر عنا مثلا هي أجي عنت. وفي القرآن آيات كثيرة تدور حول حفظ الشريعة للنفس. قرآن شورت آية تباحثون شريعة اللردر شريعة وديغ اللردر حق هديهكن. ومنها قوله تعالى ديغ بغضو السائل مثلوك ومنها قوله تعالى تسير أخذوا الله دوش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما دي سه الله دا الحارم دين درشتلا بقوا انسيبا بس شريعته بقوا يبلغ بي. وقوله اشت الله دوش وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت دعدو يلين دولشون خاتج بس جاهلية والتكين عبير دون انتدالش يوحقش عيول شو مكتار سون خاتج منه قت ينحو يعني. ولأجل حفظ النفس حرم الانتحار. إذا إسا لردر دوح حارمنا سمو بيستوى شاشين تكيوك قودر حارم دنا. وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة شيك يجس شاهلك ويقوسر حارم دنا. وحرم التعدي على الغير بالقتل وما دون القتل إشت حارم دنا كيش موصغل دازو خادرت تحقى ويرت هليل إز. وما دون القتل هي ويرلك إزك هليل إز تلخر دك هليل إز من الجنايات كده يقول شلا بريستوبلينش كده يقول شلا استقوى يشلا ظلمش على الأطراف وغيرها دي يميجينش كوك داكر مثلا ويأسوش كوك داكي كوك كجدي مثلا. وجعل القصاص يعني حرم بوشيش حضور شيء. وجعل القصاص على القاتل سندينا مست جرية سردنا وبيتسن. ومن جرح بما دون القتل إشت مثلا هر ويردوتش تلخر مثلا توين ورسجن. وجعل الدية على من قتل خطأ أو شبه عمد إشت مثلا دية يلر استقوين شن غالت وعل استقوين شن يا شبه عمد مثلا إذا قصاص يتشحد شبه عمد منه دوت على قتل وخطأ منه يو إشي إيوير نستلجنا ديتنا العياليش يهندو لأجل حفظ النفس هي سلر دردح ديولنك حفظ المال داخلي دردر. ولأجل حفظ المال أباح البيع وحرم الربا. يداخلي دردحة رادياته وقلتك أباح البيع مجينا يوهكي يسر. وحرم الربا ربا حارمنا. وحرم مال المسلم إلا بطيب نفس منه إشت حارم دنا بوسوم داخني إلا بطيب نفس منه بوسوم استجا شاشي ديغر توقت أنت ودعوش دوت شتيك إذي السلس يلقون. وحرم السرقة من ماله إشت حارم دنا الله دالا سبوسوم داخني لجدر. وجعل حدها هم لجئيرا دازوا نكزانين قطع اليد كوك خادر. وحرم الغش والتدريس إشت حارم دنا عيخور. وأكل مال اليتيم إشت بو بير داخني دائر حارم دنا. والإسراف در حارم دنا. ونقص المكيال والميزان هم يستر وزر تيرز مثلا إيش در
إذا الله دا الحارم دينا هوندا لأجل حفظ المال داخل الأرض الحانية بخيول ديغا حفظ النسل إذا تحيي لريار ولأجل حفظ النسل شرع الزواج من أجل التناسل والتكاثر وإيجاد النفوس يتحيي لريار دوح زوديال وريقر شرع دينا مجينا من أجل التناسل والتكاثر أحي يرجي ترحم دكري ترحم ديغمش سنور سخري ترحم وحرم الله الزنا حارم دين الله وشرع حده سنة زنا دين دازو أخواتين وأوجب العدة عند الطلاق وزديتين شوتا عدة لري يشكلر إذ واجب دينا هند شادك إذ كي لا تتداخل الأنساب تيبنش تشوش سأيخي ترحم تحيينش نيخا فإذ خرجينش الشيء سيلي ترحم وعلى هذا ينسوت أدوانا فكل ما يكون فيه حفظ هذه الضرورات الخمس فالشريعة تأمر به هور ينسرقهم لردشتل هما تنس أمردنك شريعته وكل ما يكون فيه إضرار بها مسوء هم شيقع بخيهمن مسوء هم شيقع بخيهمن زيادة الاشتلاء فالشريعة تنهى عنه شريعة نهي ديشتتنا نحو حرك اشتقيتي تيالي تنخ واني يرسل ويندرج تحت هذا أمثلة كثيرة هوك يدق مثل شدو وما ذكرته شيء يسير هوك يدق مثل شدو شاح في نجاك إزغم دشن داخل هوك متى فسلوه إن شاء الله كده يشتق داخل دو إذا تندير أوروك جميوت خليتا أخصحتها ستوري إن شاء الله والحمد لله رب العالمين